أنت كذلك كان عندك دور كبير في حياة أمين، وهنا يبان الصديق. يقول لك كان واحد المثل يقول لك: من يملك صديقا حقيقيا فقد ملك كنزا. يعني أنت يعني أمين دائما يعني في المكالمات الهاتفية اللي بيناتنا دائما يهضر عليك وأصر أنه تكون معنا اليوم في البرنامج بسبب الدور الكبير اللي درت له في حياته. أنا حنسقسيك سؤال غريب هو بصح، ولكن هو سؤال عنده معنى. وعلاش هذا الإصرار أنك تعاون أمين؟ شوف أخي يوسف، هي بما أنه إحنا تربينا أنه دائما نكونوا نديروا، ربونا والدينا أنه لازم نكونوا نديروا حاجة تاع خير. يوري لك يقول لك دير الخير وما ديرش الشر، ندير الخير ونساه. لأنه هذا الخير مش أنك تحتاج أنك لازم تلقاه يقابلك في الدنيا هذه، ربما مع ربي سبحانه راح تلقاه لهيك في الجنة تاعك، جنتك الآخرة يوم القيامة. أنا أمين مانيش عارف يعني أنا عن نفسي أنا ما على باليش كيفاش دخلت في القصة تاع أمين. المرة اللي فاتت كنت نسوق في طريق ومعايا وقلت له: أمين سبحان الله، شغل القصة تاعك شغل عشتها أنا معاك وركبت في حياتك، يعني شغل بما أنه كانوا يحكوا على الزوجة تاعك، بما أنه أنا شغل تعلقتني بك، شغل ربطتني معاك، خليتني أنه دائما نكون معاك بجنبك ودائما أنه نحاول نعاونك. تاع ربي مش أني شغل أنا ندير فيها باش أني نبان ولا كاش حاجة. هي دي جات الحكايه هذيك شغل كنا في الطريق جات صدفه درنا الهضره هذه. صدفه باللي بعدها انه كي شفت امين شفتو شغل وحيد، يعني ما كاش اللي يوقف معاه في الوقت هذاك. يعني مر في فتره صعيبه وحاولت اني ندير له فيديوهات قبل، مع انه شافوهم كذا بصح ما اثرش يعني بكل صراحه. يعني انا نحكي لك يعني واش صرا. حاولت اني نتواصل مع صفحات طالعه الله يبارك، يعني ما شاء الله مليونيه صفحات، نفس الشيء يرفضوا الرد. كاين اللي ما يشوفش، كاين لا غالب حسن الواحد وحسن. المهم بما انه شغل انايا حاولت اني نتقرب حتى للقنوات. قلت شغل جا هو قصدني، قال لي: ياسين، قال لي انت راني نشوفك في التلفزيون بدورك الله يبارك ما شاء الله راك تبان كدايا، قال لي شوف لي كاش ناس شغل هكا يعاونوني في كاش حصه نجوز فيها ولا. انا شغل نحكي لك حاله صارت لي هكذا قبل. كانوا ناس يعني ربي يهديهم يجوا يقولوا لي: اخطيك شغل امينه وبصحته راهو يجري راهو كذا هو الحاله تاعو خاصه، مش تاع واحد اللي كي تشوفه صحيح معناتها حب يقول لا باس عليه، كان لازم انه يداوي. بعد انا شغل الناس راك تعرف كي تعمرك تجبد، قول لا ما نعاونش. شفت هكذا جاك يحكي لي هكذا، قال لي: شوف لي انت راك تعرف صفحه يعني تعرف مع التلفزيون كذا الدور كذا، قال لي: ياسين عاوني شغل لا تقدر كذا. خممت انا مع نفسي قلت نعاونوا صح، نسي نعاونوا. ومن بعد بدا يبكي لي، صدقني هذيك البكيه تاعو شغل بيت اللي كاع وانا نخمم فيها. البكيه تاعو حسيت باللي انه صح انسان راهو يعاني، يعني من داخله راهو يعاني. قال لي: مانيش نرقد الليل راني نتوجع كذا. حكى لي هذه بيني وبينه في الظلمه يعني برا. قلت له راح نحاول نتواصل مع يوسف ذكاء اللي انت راك معايا، نحييك بارك الله فيك على الشيء اللي عملته معايا. قلت له راح نحاول اني نتواصل مع يوسف وقلت له خلي لك يعني نعطيك الفيسبوك تاعو، هاوليك الفيسبوك تاعو راسلو، ربما راح يواجبك وتكون بالك في الحصه تاعو، بالك هو يقدر انه يوصل صوتك يعني للمجتمع.